عسلامة، مرحبا بيكم. اليوم باش نعملو جينواز طرية اتشره. لهذا باش نستحقو 7 ملاعق كبيرة مليانة متاع فرينة أو دقيق، 7 ملاعق متاع سكر ما يكونوش مليانين برشا، 7 ملاعق متاع حليب، وكيف 7 ملاعق زيت، و4 بيضات حجم كبير أو 5 حجم متوسط ولا صغير. وباش نحطو البيض توا نركضوه في الركاضة مباشرة مع رشة ملح. من بعد باش نبداو نضيفوله السكر تدريجيا واحنا نركضو بطبيعة بسرعة هنا مرتفعة. كي يتضاعف حجم الخليط ويبيض نزيدوه الحليب، ومن بعد نزيدوه الزيت والدقيق ونخلطوا لين نحصلوا على خليط هكا متجانس. نطيبوه في الفرن على 180 لمدة 9 دقائق تقريبا. أول ما يشيح وشوفوا كيفاش يبدأ الطري نخرجوه ويكون لونه مزيان من فوق. وباش نحافظوا عليه لازمنا نغطيوه مباشرة للي يبرد، وتنجموا تستعملوه في وصفات عديدة متاع جاتو متاع دي ترانش وإلا برشا حاجات إن شاء الله نعملوهم في وصفات لاحقة. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، جربوها، وكان عندكم أي سؤال اكتبولي في التعليق. وباي باي.